كل المحترفين بيبقوا مختلفين عنك في حاجة واحدة بس، طريقة استخدام أجزاء القدم. النهاردة هنفكرك وهنكلمك في حاجة هتخليك تتحكم في الكورة زي السحر. لو لحد دلوقتي فاكر إن كل لاعب بيمسك الكورة زي التاني، يبقى أنت غلطان. 3 أجزاء في رجلك لو أتقنتهم هتتحول للاعب اللي محدش يعرف ياخد منه الكورة. خليني أقول لك سر يمكن أول مرة تسمعه. أنت بتلعب برجلك ولا رجلك هي اللي بتلعب بيك؟ 3 أجزاء صغيرة هتغير مستواك تماما. اسمعني للنهاية. أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. لو لحد دلوقتي مش عارف تستخدم باطن رجلك ووش رجلك كويس، يبقى ما تستغربش ان مستواك واقف مكانه ومش بتتطور. تعال نغير الكلام ده دلوقتي. اول واهم جزء لازم اي لاعب كرة يتقنه هو باطن القدم، اللي هو الجزء دوت اللي انا هشاور لك عليه دلوقتي. باطن القدم الجزء الداخلي من القدم اللي بيكون دايما قريب من الارض، وده اللي بنستخدمه دايما في اغلب المواقف اثناء اللعب. لما تبص على اي لاعب محترف هتلاقي ان اول حاجه بيعملها لما توصل له الكوره هي ان هو بيستقبلها بباطن القدم بالجزء الداخلي دوت. ليه؟ لان باطن القدم هو اكتر جزء بيديك تحكم كامل في الكوره ودقه في التمرير والاستلام. لما تستلم الكرة ببطن رجلك بتقدر توقفها بسهولة وتجهزها للحركة اللي بعدها، سواء بقى انت هتمرر او هتسدد او هتعمل مراوغة. وعشان تستخدم الباطن صح لازم تفتح جسمك ناحية الاتجاه اللي جاي منه الباص، وتثبت رجلك التانية كويس جدا في الارض جنب الكرة. وبعد كده تخلي كعب رجلك اللي هيستقبل الكرة متوجه لفوق شوية علشان الباص يبقى تستلمه بشكل بلطف وعلى الارض، بحيث ان الكرة ما تنطرش منك تاني او تبعد عنك تاني. التكنيك ده مهم جدا لانك ممكن تستقبل كرة جاية بسرعة وتوقفها بلطف كأنك ماشي بيها على الارض. اللاعبين الكبار زي مودريتش وتشافي زمان كانوا بيخلوك تحس ان الكرة دي جزء من رجلهم، لازقة في رجلهم زي ما بنقول، وده بسبب استخدامهم العبقري لباطن القدم اثناء الاستلام واستقبال الكرات اللي جاية من زمايلهم في الفريق.
دلوقتي بقى للجزء الثاني، وده اللي دايما بنسميه وش القدم الامامي، وهوريكم عملي اهوت. وش القدم الامامي الجزء اللي فيه الرباط ده كله، ده وجه القدم الامامي. اتفقنا؟ خلاص. دوت الجزء اللي بنستخدمه دايما كاي لاعب لما بيجي يسدد او يشوط او يمرر كره طويله قويه من اول الملعب لاخر الملعب، او بنستخدمها في الكرات العكسيه. تمام؟ وش القدم الامامي ده هو سر القوه في التسديدات، بس مش اي قوه، لازم تكون قوه متحكم فيها علشان الكوره ما تعلاش منك او تروح في مكان انت مش حابب تروح فيه. علشان تستخدم وش رجلك صح، لازم الاول تكون رجلك الثابته الثانيه جنب الكره بالظبط، جسمك مايل لقدام شويه. تمام؟ والضربه تيجي من مفصل الفخذ من رجلك من فوق، وتجمع قوه جسمك كلها في وش رجلك الامامي. كل ما زاويه الجسم تبقى مظبوطه، كل ما التسديده هتكون قويه ومركزه وموجهه في المكان اللي انت عايزه. اللاعبين المحترفين بيستخدموا وش القدم مش بس عشان التصويب على المرمى، لكن كمان في التمريرات المسافات الطويله اللي هي من اول الملعب لاخر الملعب، اللي هي محتاجه قوه ودقه في نفس الوقت. زي كده فان دايك او اليسون حارس المرمى لما بيعمل الكره الطويله لمحمد صلاح، ومحمد صلاح بيعمل اختراق ويخش يجيب جون من لمستين بالظبط. دي تمريره كمان يعني بتخلي بالك، يعني من الاخطاء الشائعه انك تضرب الكره بوش رجلك وانت واقف مستقيم، كده الكره هتطلع عاليه منك ومش مظبوطه. لازم جسمك يميل شويه لقدام ورجلك الثابته الثانيه جنب الكوره، وتشوط بالقوه وبالسرعه المطلوبه في نفس اللحظه. اما بقى الجزء اللي الناس كتير بتنساه في القدم، وهو سلاح سري في رجلك، وهو وجه القدم الخارجي. وجه القدم الخارجي الجزء ده كله، تمام؟ ده اسمه وجه القدم الخارجي. الجزء ده بنستخدمه دايما، او بتستخدمه اللاعبين الماهرين واللي بيعرفوا يغيروا اتجاه الكوره في لحظه. لما تستخدم وش رجلك الخارجي صح، تقدر تمرر كوره فيها دوران خارجي او تراوغ الخصم بحركه بسيطه بان انت بتقطم بوش رجلك الخارجي. خلينا نتفق ان وش القدم الخارجي ده ممتاز جدا في المواقف الضيقه. يعني لما تبقى مضغوط بين مدافع واثنين وثلاثه وعايز تعدي منهم بسرعه، بتستخدم وجه القدم الخارجي. عايز تمرر بسرعه وفي حد داخل عليك، فبتعمل باص مخادع بوجه القدم الخارجي لان محدش بيتوقع ان انت هتستخدمه. التحكم بيه محتاج احساس بالكوره وتوازن عالي منك، لان الجزء الخارجي صغير شويه ومش بيستخدم كتير زي باطن القدم ووجه القدم الامامي. اللاعبين الكبار زي لوكا مودريتش ورونالدينيو ابو تريكا كانوا ملوك استخدام الجزء دوت في التمريرات. كانت دايما فيها كيرف او فيها خداع، فيها دوران عشان يبعد عن حارس المرمى في التصويب، او يبعد عن المدافع اللي انا هعمل باص لزميلي من وراه عشان المدافع ما يلحقهاش. كمان بنستخدمه في التمريرات القصيره اللي هي بنقول عليها الاسيست. ممكن نعمل اسيست بالخارجي، ده بيبقى اسيست عالمي. حتى في التصويبه لما تكون في وضع غير مريح او مش هتقدر تستخدم فيه وجه القدم الامامي والكوره جايه لك وانت بجنبك، ممكن تشوط بالخارجي فالكوره بتروح في الجون بشكل مخادع.
يعني باختصار يا نجم، كده القدم بتاعتك فيها 3 أسلحة لازم تتقنهم. أول حاجة باطن القدم، بنستخدمه للتحكم والدقة في الاستلام والتسلم. تمام، استلام الكرة وتسليم الكرة ده بستخدم فيه باطن القدم. وش القدم الأمامي ده للقوة والتصويب. وش القدم الخارجي ده للخداع والتمريرات الذكية. كل جزء ليه استخدامه الخاص، وكل ما تتقنهم أكتر كل ما تبقى لاعب متكامل في الملعب. وخليك دايما شعارنا هو اتعلم الكورة والعب صح. سلام.